إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قضايا إريتريا. ما زال الحديث تواصلا ومستمرا في سيرة عطرة مباركة لشيخنا وحبيبنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح، أحد علماء إريتريا. وقفنا في الحديث السابق عند حديثه حفظه الله ورعاه في الحركة الفيدرالية، وكيف قدم استقالته فيها في مؤتمر حمرة، ومن ثم توجه بعد ذلك إلى لندن. حول سبب استقالته وكيف استطاع أن يكسب قبول أعضاء الحركة الفيدرالية، وماذا كان بعد ذلك من تطور في الحركة الإسلامية وما قدمه معاليه جزاه الله خيرا في هذا المجال. وأيضا البرنامج المشهور الذي قام به فضيلته مشكورا في عام 2003 في قناة المستقلة، وكيف أيضا قبل في أستاذا معلما في جامعة نايف للعلوم الأمنية. كل ذلك سنتحدث عنه في هذه الحلقة المباركة. أرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا. نجدد الترحيب بمعاليه ونجدد الترحيب بكم أهلا مشاهدي الأكارم، فإلى الحلقة. أهلا وسهلا سعادة الدكتور. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ برهان، وعبرك أحيي الأخوة المتابعين المشاهدين. مرحبا بسعادة البروف. كما سمعتم في المقدمة، انتهينا في اللقاء السابق في تفاصيل المنتدى الثقافي الإسلامي الإريتري، كيف تأسس المنتدى الثقافي الإريتري، المنتدى الثقافي الإريتري، وكذلك كيف تأسست الحركة الفيدرالية، ثم كيف أيضا قدمتم استقالتكم منها وتحللتم منها نهائيا. هنا كان يرد سؤال: لماذا قدمتم استقالتكم من الحركة الفيدرالية رغم قناعتكم بها حتى الآن كما حدثتمونا في الحلقة الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استقلت عن الحركة الفيدرالية تنظيميا، وأنا كنت من قياداتها، عضو اللجنة المركزية، لأني دخلت في عمل أكاديمي حين التحقت بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. نعم، كيف التحقتم؟ نعم، سأشرح لك كيف التحقت، لكنني هنا أود أن أبين لا يمكن أن أكون في عمل أكاديمي وفي ذات الوقت في حركة سياسية لا أحضر جلسات مناقشاتها واتخاذ قرارات سياسية، ثم أتحمل مسؤولية هذه القرارات وأنا لم أشارك في صنعها. فهذا حملني على أن أطلب من المؤتمرين في حمرة أن يتفهموا هذا الوضع الجديد بالنسبة لي، وأن يعفوني من الاستمرار في عضوية الحركة الفيدرالية، لأنني لا أتحمل
قرارات سياسية وقد تكون قرارات كبيرة وأنا لم أناقشها ولم أكن مشاركا فيها، ولأن طبيعة عملي الأكاديمي لا تسمح لي بالمشاركة وأكون مشغولا بالعمل الأكاديمي. فالإخوة في الحركة الفيدرالية كلام مقنع. أيوة تفهموا ذلك وقالوا أنت في حل من العمل التنظيمي يعني. جميل. نعم هذا كان يعني. جميل. أما فيما يتعلق كيف التحقت بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كانت محاورة في قناة المستقلة في 2003 في برنامج اسمه الحوار الصريح بعد التراويح في قناة المستقلة للدكتور محمد الهاشمي. نحييه من هذه الحلقة، من هذا المقام. حيا الله دكتورنا الغالي، أنا كنت أيضا أتابع لهذا البرنامج. تونسي. وعلاقتي بمحمد الهاشمي بدأت من التسعينيات يوم وصلت لندن، وسكنت في منطقة اسمها لاد بروغروف في زون لاد بروغروف في زون 2، وكنت أحضر نادي الكوفة، ونادي الكوفة هو نادي العراقيين في منطقة بيز ووتر، بالقرب منه تقع مكتبة الساقي. هذا النادي كان في كل مساء يوم الأربعاء يعقد ندوة، وأنا من المواظبين على حضور يوم الأربعاء مساء هذه الندوة. أي الندوة. ووقتها العراق تحت حكم صدام حسين، والذين يحضرون هذه الأمسية التحاورية العراقية معظمهم إن لم يكن كلهم من المعارضين العراقيين، شيعة وعلمانيين ويساريين، يقيمون هذه الندوة، والندوة توثق. وعجيب سأذكر لك هنا نقطة حدثت وأنا من المواظبين في كل يوم الأربعاء. ندوة الكوفة. نادي الكوفة. نادي الكوفة. كان عندهم برنامج ماتع وجميل، وهو أن الضيف الذي يستضيفونه ويتحدث يطلبون منه أن يتحدث عن سيرته الذاتية موصولة بالأحداث السياسية التي عاصرها أو شارك فيها. فهو برنامج توثيقي لمثل هذه القضايا، مثل ما نفعل الآن نحن. طيب ما الذي تريد أن تذكره فيها؟ استضافوا رجلا اسمه السيد بحر العلوم من الشيعة المعممين، وتحدث في هذه الندوة عن مؤتمر القدس. هذا المؤتمر عقد مؤتمر القدس، ونوقش فيه أظن أمر القدس، كان ذلك في الأربعينيات من القرن المنصرم عام 1940 يعني. فلسطين طبعا قامت اليهود احتلوا سنة 1948 يعني كتأسيس دولتهم. جميل. والمسلمون بدأوا يبحثون كيف يمكن أن تتوحد الأمة وتواجه هذا الكيان الصهيوني يبدو لي، وعقد مؤتمر القدس. يقول هذا المحاضر الشيعي المعمم بعمامة سوداء، وهو من السادة عادة الذين يلفون العمامة السوداء يقولون هم من السلالة الهاشمية النبوية يعني. جميل. قال هذا الرجل في هذا اللقاء
أن السيد كاشف الغطاء أحد علماء الكوفة من الشيعة أي نعم. كان من حاضري هذا المؤتمر، واقترح عليهم أن يصدروا فتوى شرعية بتوجيه المسلمين في الحج إلى المسجد الأقصى بدل أن يحجوا إلى الكعبة المشرفة. هذا العالم الذي اسمه أيوة، كاشف الغطاء. كاشف الغطاء. أيوة، من الشيعة العراقيين، طلب من الحضور من المؤتمرين في المؤتمر. أيوة، حسب كلام هذا الرجل الذي يتحدث اللي هو من الشيعة، وغالب ظني أنه سيد بحر العلوم يعني. نعم. وكان هذا في نادي الكوفة في لندن. جميل. فالسيد كاشف الغطاء طلب منهم أن يصدروا فتوى تدعو المسلمين إلى الحج إلى المسجد الأقصى بدلا من المسجد الحرام في سنة واحدة، يعني في عام من أعوام السنة، عام الحج، أشهر الحج، احتجاجا على الصهاينة، حتى يبينوا أن أهمية المسجد الأقصى لا تقل في عظمتها عن أهمية الكعبة المشرفة والحرم المكي والحرم المدني ومواقف الحج. وكيف قوبل أيوة هذا الرأي؟ الآن هو قال أن الرأي لما طرحه وطلبوا منه رفض. هو فسر الرفض هذا المتحدث، قال لأن الذين كانوا حاضري هذا المؤتمر في معظمهم وغالبهم كانوا موالين للإنجليز ولا يريدون أن يغضبوا الإنجليز. وليست قضية فقهية. أيوة، هكذا فسرها، قضية سياسية. أيوة، هكذا فسرها. وبعد ذلك فتح باب النقاش. لما فتح باب النقاش، في كاتب صحفي عراقي توفي وكان يكتب في مجلة المجلة، ومجلة المجلة مجلة سعودية هي سياسية. نعم، رحمه الله. اسمه بلند الحيدري. بلند الحيدري. نعم. ويبدو له هو شيعي، لكن هو من اليسار، ليس من المتدينين يعني. وكانت زوجته معه في الصف الأمامي. رفع سؤال، أنا لست متأكد هل هي زوجته اللي رفعت سؤال أم هو، المهم أحدهما سأل، قالوا له سألوه عن ضوابط الاجتهاد، وهو تكلم وقال لا اجتهاد مع النص. وشرح هذه المسألة. بعدما انتهى من شرحها أنا كنت جالس، رفعت يدي. جميل. قلت له أنك أجبت بأنه لا اجتهاد مع النص، وذكرت أن كاشف الغطاء طلب من المؤتمرين أن يصدروا فتوى يعطلوا فيها عاما الحج عن الكعبة المشرفة وعرفة ويتوجهوا إلى المسجد الأقصى احتجاجا أو بيانا لمكانته، لعظمته ومكانته التي لا تقل عن الحرمين الشريفين. الآن أنت تقص لنا هذه القصص حتى تبين لنا سبب دخولك في برنامج. لا، هذا يعني السلسلة رأيت لابد من ذكرها يعني. جميل. ضمن السيرة اللي ماشي يعني. تمام. وأظنها تفيد المستمع. جميل. لأنها تتعلق بمسألة شرعية كنت طرفا فيها في هذا النادي. جميل. فسألته قلت له الحج أشهر معلومات، وهي عبادة مكانية زمانية لا تصح في غير زمانها وفي غير مكانها. صحيح. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الحج عرفة.
فكيف طلب كاشف الغطاء من المؤتمرين أن يصدروا فتوى بالحج إلى مكان لم تحدده الشريعة، لم يحدده النص، فكيف يوجه الناس إلى المسجد الأقصى ولا يوجههم إلى الكعبة المشرفة؟ سؤالي لك أيها الشيخ، نعم، ترى لو وافقوا على هذه الفتوى وحدثت، هل يسقط الحج الشرعي عن أولئك الذين حجوا إلى المسجد الأقصى؟ وماذا لو أن أحدهم مات؟ هل أسقط فريضة الحج؟ وكيف يطلب كاشف الغطاء هذه الفتوى وأنت تقول لا اجتهاد مع النص؟ مع الناس. فحقيقة حدثت ربكة في المجلس. أيوة. وبدأ يرد علي هذا ويرد علي، وأنت ما فهمت، وبالدليل الأول قلت له ألا، أنا لا أريد جدل منطقي. الدليل الأول، أنا أسأل سؤال واضح. الحج هو إلى مكة، والوقوف في عرفة، وعرفة في مكة، ومن لم يقف في عرفة لا يصح حج، وهي عبادة زمانية ومكانية. هل يسقط الحج على من حج لو أخذنا بفتوى كاشف الغطاء؟ فريضة الحج سقطت أم لا؟ وكيف يطلب الحج إلى غير مكان؟ ولماذا يقول أنه كانت الإنجليز هم اللي حضروا؟ لا، العلماء الموجودين هناك اللي رفضوا استحضروا هذا المعنى، وحصل جدل، وبعدين قالوا لي يا أخي هذا رجل سياسي وأراد. قلت لهم طيب لماذا لم تردوا عليه؟ المهم هذه القضية كانت في نادي الكوفة وجديرة بالذكر. هل دكتور الهاشمي حاضر هذا لا، لم يحضر هذا الشيء. أنا الآن تحدثت عندما وصلت لندن في بداياتي، وهنا بدأت علاقاتي مع الدكتور الهاشمي. جميل. وكانت عنده جريدة اسمها المستقلة. يعني أنا الآن لما وصلت لندن بدأت أشارك في النشاط الثقافي المتاح في لندن، أحضر الندوات، أمشي المكتبات وكذا، وأيضا اتصل بالصحافة الموجودة في لندن. من ضمن الصحافة اللي كانت موجودة في لندن جريدة المستقلة. جميل. للدكتور الهاشمي. فزرته وسلمت عليه وتعرفت عليه، وهو يعرف عن القضية الإريترية وكان في الخرطوم هو أيضا، وطلبت منه أن يتيح لنا مجالا في جريدته المستقلة من أجل أن نكتب فيها مقالات عن إريتريا. جميل. فوافق، وكنت أكتب في هذه الجريدة مقالات عن إريتريا. هل تذكر لنا أبرز ما كتبته؟ كتبت كله ضد النظام الإريتري وعن الاستقلال وعن الحرية وعن العدالة واللغة العربية، وعن وقتها كانت علاقة النظام سيئة بالإنقاذ في السودان، وكتبت حول هذه القضايا وعن الحركة الإسلامية والرؤية الإسلامية وكذا. كنت أكتب حول هذا الشيء. وتوثق صلتنا أنا والدكتور الهاشمي هكذا. جميل. ومرة في يوم من الأيام جئت عمل قناة المستقلة. هو الآن الجريدة انتقلت من صحيفة ورقية جريدة، ارتقى إلى فتح قناة فضائية اسمها قناة المستقلة التي ما زالت تعمل حتى الآن. ما شاء الله. فجئت يوم من الأيام أطلب منه أيضا أن يعطينا مجال في قناته المستقلة كما أعطانا مجال في صحيفته المستقلة. فأعطانا مجال في قناته المستقلة، وكنا نعقد ندوات في قناة المستقلة ونتحدث عن القضية الإريترية وكذا. أنا شاركت فيها وغيري شارك فيها. عجبا.
كانت هناك ندوات عن هذا. أيوة. في قناة المستقلة أنا شاركت وغيري شارك فيها. جميل. ثم يوم من الأيام وأنا عنده في قناة المستقلة في مكتبه قال لي يا أخي أنا عندي برنامج سنوي رمضاني أطلقه في كل رمضان، وهو برنامج الإسلام قبل المذاهب. الإسلام قبل المذاهب. جميل. وأسميه الحوار الصريح بعد التراويح، وهو برنامج حواري. أريدك أن ترشح لي شخصا يشارك في هذا البرنامج. من الذي يقول؟ الهاشمي. لشخصكم الكريم. جميل. فرشحت له شخصا أعرفه، فأظنه هو يعرفه أيضا، فقال لي يا أخي هذا الأخ ليس وجها إعلاميا. ثم هكذا فجأة سألني يا أخي أنت إيش تخصصك؟ لي يعني. فقلت يا أخي أنا تخصصي فرق إسلامية وأنا تخصصي في التشيع. قال أنت ضيفي. مباشرة. أنا أريد هذا. طيب قلت له إيش البرنامج؟ وهذا كان عام 2003. قلت له إيش هو البرنامج؟ قال البرنامج هو الإسلام قبل المذاهب. ما هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه للناس ودعا إليه قومه قبل أن تظهر هذه المذاهب والفرق التي نراها. وقال لي هو برنامج تحاوري اسمه الحوار الصريح بعد التراويح، يشارك فيه معك غيرك. الحوار الصريح بعد التراويح وهو برنامج قديم. يعني كان يناقش قضية الشيعة وقبلها هذا في رمضان. نعم. ولكن البرنامج الحوار مع الشيعة كان موجود بس مش في رمضان يعني. جميل. في أشهر أخرى. هذا البرنامج سماه الحوار الصريح بعد التراويح. المذاهب. الإسلام قبل المذاهب. الإسلام قبل المذاهب. فقلت له إذا لا مانع أنا يعني شارك فيه. قال لي أنت مذهبي، أنت ضيفي ومدعو للمشاركة في هذا الحوار. جميل. خلاص وافقت بعد ما أن بين لي معالم. حقيقة أنا ما كنت أتصور أنه سندخل في الحوار الشيعي السني. كنت أظن الإسلام قبل المذاهب، كل المذاهب يعني. جميل. نتكلم الأشاعرة، ماتريدية، ما أعرف إيش، صوفية كذا يعني. فوافقت وجاء رمضان. طبعا هذا الحديث كان في شعبان قبل رمضان. جاء أول رمضان وشاركنا في اللقاء. شارك معي أخ كويتي. أكيد زودكم بمحاور اللقاء وأهدافه وبرامجه وسيناريو وحوار، أكيد زودكم بهذا. أيوة، ولكنه كانت خطوط عريضة. خطوط عريضة ليس لها علاقة بالشيعة والمذاهب الشيعية. ما فيها علاقة مباشرة. لكنها بعد ذلك نحت لهذا باعتبارها إحدى فرق الإسلام. أيوة، نحت لاعتبارات. أولا لأن إيران دولة شيعية قائمة تطرح فكرا سياسيا ينطلق من الشيعة الاثني عشرية. ثانيا أن حزب الدعوة العراقي دخل بغداد واستلم السلطة بعد سقوط نظام صدام حسين على يد الأمريكان. فالساحة العربية والإسلامية تغلي سياسيا وأحداث تتوالى، والناس يريدون أن يعرفوا. على كل حال كنت أنا الضيف، وكان معي شيعيا عراقيا هو رئيس قسم الدراسات العليا في جامعة الخوئي في لندن. جميل. الخوئي طبعا هو المرجع الذي كان قبل السيستاني في بغداد، وهو شارك معي في الحوار.
وأخ كويتي أنا لا أذكر اسمه الآن كان وقتها زائرا ويحفظ كتب السنة حسب تعريفه بنفسه. هو شارك معنا ليلة واحدة ثم اعتذر له الهاشمي، ودار النقاش واتجه نحو الاتجاه المذهب الشيعي. وبعد ذلك هذا رئيس قسم الدراسات العليا انسحب، وجاء شيعي آخر معمم عمامة سوداء وخريج الحوزات العلمية الشيعية عندهم يعني. كم كانت مدة البرنامج؟ البرنامج كان يستمر ساعة أو ساعة ونصف عندما يحتد النقاش، وربما استمر ساعتين يعني. وكان يديره الهاشمي. جميل. هذا الذي شارك معي اسمه موسى الموسوي. جميل. أو محمد الموسوي أو كذا. محمد الموسوي. ما الاسم أو موسى المهم يا موسى الموسوي يا محمد الموسوي يعني. جميل. هو الذي شاركني. جميل. ودار الجدل الآن ودخل في الجانب الشيعي بعمق. شارك فيه أيضا دكتور من مصر. حاضرا أم عبر الاتصال؟ حاضرا. اسمه البروفيسور عبد الصبور شاهين. وهذا رجل علامة أستاذ كرسي توفي رحمة الله عليه، وأنا زرته في القاهرة بعد أن تعرفت عليه عبر هذا البرنامج، وهو في دار العلوم في جامعة القاهرة وتخصصه لغة عربية، وهو الذي ترجم كتب مالك بن نبي المفكر الجزائري من الفرنسية إلى العربية، لأن مالك بن نبي يكتب بالفرنسية وهو من الكتاب الإسلاميين. مالك بن نبي شارك هو أيضا في هذا الحوار. جميل. رحمه الله. رحمه الله. وبدأ الحوار يمشي ويمشي ويتعمق، وندخل نمشي وناقشنا قضية الإمام وقضية التوحيد. وكان النقاش، أنا طبعا تخصصي فالمادة العلمية عندي حاضرة ومجهزة، والحمد لله كان أدائي فيها قويا الحمد لله. نعم، بشهادة كثير من الناس وموفقا، وكان الناس يستمتعون وكان النقاش مستمع، والناس سمعوا ما لم يسمعوا به من قبل بمعلومات موثقة في مراجع شيعية. كما حدثتك في الحلقات السابقة، ذهبت إلى كراتشي باكستان ولاهور والقاهرة وجمعتها، وأصبحت لدي مكتبة كبيرة شيعية، بل حتى الشيعة نفسهم زودوك بها. أيوة الشيعة، أيوة. والشيعة فوجئوا باعتبارات، أولا لأنني لست من العراق ولا لست من البحرين ولا لست من المناطق اللي فيها شيعة، وأنا إريتري من القرن الإفريقي، وشخص يتحدث عن الشيعة بهذا الشكل وبهذه المعلومات، من أين جاب هذا الشخص؟ فالشيعة فوجئوا، وفوجئ الآخرون وبدأوا يسألوني: يا أخي أنت أين تعلمت اللغة العربية؟ ولغتك العربية فصيحة. أنا أقول لهم: نحن من إريتريا، والإريتريين يتحدثون اللغة العربية، يعني ما ليس الأمر عليهم بغريب يعني. إن كنتم تجهلون عروبتهم فهم يتحدثون العربية وينتمون إليها منذ التاريخ القديم، فهم حميريون في أصولهم وجذورهم إلى حضارة جنوب الجزيرة العربية. جميل. ودار النقاش واحتد، وفوجئ محاوري الموسوي لأنه معمم ودخل استعان بآخرين من البحرين، وأيضا السنة تدخلوا من الرياض، وعايض القرني أحييه من هذا المقام، وهو أستاذ في جامعة الملك سعود، أيضا تدخل. أصبح نقاش عام.
والناس دخلت فيه من شتى الجوانب. بعدما انتهينا من النقاش، اقترب مني الموسوي أستاذ الشيخ الشيعي وهو عراقي، قال لي: أنت من أين درست؟ من أين تخرجت؟ نعم. قلت له: أنا درست في إريتريا. في إريتريا؟ قلت له هكذا في بداية الأمر. قال لي: أنا أعرف إريتريا وأعرف مفتي إريتريا، ما هذه الأفكار بأفكار إريتريا؟ قلت له: أنا تخرجت من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وأنا تخصصت في التشيع، ورسالتي في الماجستير الإمام عند الشيعة الاثني عشرية، ورسالتي في الدكتوراه المهدي المنتظر عند الشيعة الاثني عشرية. فأنا لا أحاورك من فراغ، وإنما أحاورك من تخصص. فهو تعجب وقال لي: عشان كده أنت وهابي. قال لي أطلق عليك الوهابية. أيوة، قال لي اتهمك هكذا. خلاص، قال لي بعد ما قلت أنا خريج من الجامعة الإسلامية وأنا كذا، قال عشان كده أنت وهابي. طبعا مفتي إريتريا هو خريج الأزهر ورحمة الله عليه، توفي الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. نعم. وهو متخصص لغة عربية. وقابله هذا الرجل، أين قابله لا أدري، فرأى فوارق بين أفكاري التي أطرحها معه ومقابلته. لذلك المفتي رحمة الله عليه جعله الله من أهل الجنة. آمين آمين. فهذا البرنامج استمر 23 يوما في رمضان. نعم. كل مساء نلتقي ونتناول قضية بعد صلاة التراويح. بعد صلاة التراويح لندن، بتوقيت لندن. لا، بتوقيت مكة. يعني ووقتها كان الشتاء، فنحن نفطر قبل مكة، يعني الغروب عندنا في لندن قبل مكة. ايوه، قبل مكة يكون يعني، ونكون صلينا التراويح قبل مكة. فعندنا راحة. يصادف مكة كم كان وقت؟ الوقت هذا كان عندنا نحن الإفطار الساعة 4 تقريبا، يعني بعد التراويح بتوقيت مكة. بتوقيت مكة. نعم. كل الناس صلوا وخلصوا. أيوة. ويجلسون للاستماع. هم المستهدفون طبعا، الناس في العالم الإسلامي هم المستهدفون يعني. تمام. فمواقيت الزمن مرتبط معهم. جميل. والنقاش استمر 23 يوم. وكان هذا الموسوي ما انسحب، موجود. ما انسحب ابدا. ايوه، وهو له مساندون. نعم. من البحرين. بعدين دخل واحد اسمه منى الاسدي، برضه شيعي، عمامه بيضاء. جميل. ابرز ما ناقشتموه. ناقشنا قضيه التوحيد اولا. ما معنى لا اله الا الله؟ وما هذه القباب والاضرحه التي يطاف بها ويستغاث بها ويتوسل بها؟ جميل. وما علاقتها بالرسالة الإسلامية التي جاء بها محمد قبل أن تظهر الشيعة وقبل أن يكون هنالك سنة؟ الرسالة الإسلامية من الشيعة. جميل. فناقشنا قضية التوحيد وبجميع جوانبها، وأنا بينت أن هذا شرك بالله عز وجل، وبينت أن ثمة فرق بين أن نحكم على الفعل بأنه شرك وأن نحكم على الفاعل بأنه مشرك. نعم. لأن الوقوع في الشرك لا يلزم منه أن يكون الفاعل مشركا خارجا من الملة، لا بد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. ولكننا نحن نتحدث حاليا عن أعمال تمارس ونراها رأي العين، ناس تطوف بقبر الحسين وتستغيث بالحسين وتسأله وهو لا يسمع، ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الفعل حاربته الرسالة الإسلامية عندما جاء بها رسول الله إلى مكة، وأنكر على قريش
تزلفها إلى الله بأسنامها، وأنكر عليهم عندما قالوا له هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بينا هذا الشيء. في واحد اسمه الخالصي برضو من الشيعة المعممين، كان في كارديف أو في منطقة من مناطق لندن، اتصل وناقشني في هذه المسألة وأنا ناقشته في هذه المسألة، والجمهور استمتع بهذا الحوار يعني. نعم الحمد لله. وبلغت الرسالة إلى الآفاق، وما كنت أتصور أن البرنامج حيكون له صدى إلى هذا الحد. أبرز من كان يتابع ويشاهد الآن ذاتك هذا البرنامج تابعه رجال الأعمال، جميل، وتابعه الساسة، جميل، وتابعه المسؤولون الكبار، بل أن الأمير طلال حسب كلام الدكتور هاشمي طلب أشرطته كلها، وتابعه الأمير نايف بن عبد العزيز رحمة الله عليهما، الأمير طلال بن عبد العزيز والأمير نايف بن عبد العزيز رحمة الله عليهما، تابعوه مسؤولين، وتابعه رئيس الجامعة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي حفظه الله ورعاه. توبع هذا البرنامج بشدة، فجاءتني رسائل عبر الإيميل وعبر الاتصال بالهاشمي، واتصل علي رجل أعمال من الإمارات العربية المتحدة، وهو أسهم في تأسيس البنك الإسلامي في دبي، وآل لوتاه من آل لوتاه رحمة الله عليه توفي، ونحيي أبناءه، ودعاني إلى زيارته، وقلت له لا مانع من أن ألبي، ولكنني الآن في معمعة الحوار، والحوار سينتهي إلى يوم 23 من رمضان، وإن شاء الله بعد الانتهاء آتيك. وفعلا بعد الانتهاء ذهبت إليه، هو الذي حجز لي التذكرة في طائرة في الدرجة الأولى، وجاءتني سيارة فخمة في بيتي في لندن، هو مكلفها جزاه الله خير، ليموزين من النوع الفاخر، وأخذني إلى المطار. تستاهل دكتور. وركبت واستقبلني خير استقبال جزاه الله خيرا، وتقبل الله منه ورحمه الله وبارك في ماله ورفع قدره. آمين. وعقدنا في منزله جلسات حوار. قالوا لنا نحن لا نعرف هذه الأفكار اللي أنت طرحتها. هذا شيء جديد نسمع به أول مرة، مع أننا نعيش في هذه المنطقة، ولكن أنت طرحتها بشكل موثق ومسنودة بمراجع علمية، فهذا أمر غريب. وعلى كل حال دار الجدل. يعني أنت ذكرت تاريخ الشيعة وكيف لا أيوة أنا درست، والأفكار التي طرحتها أحيلها إلى المرجع وإلى الشخصية التي قالتها، وقيمة هذه الشخصية في الفكر الشيعي. هل شخصية هامشية أم شخصية ذات قيمة؟ كالمفيد والكليني صاحب الكافي، والمجلسي صاحب بحر العلوم، صاحب البحار كتاب البحار، ومراجع، والصدوق وهو من القيادات الشيعية القديمة. كنت أسندها وأوثقها، وصاحبنا لا يجد سبيلا لإنكارها، لأن أنا المراجع نفسها موجودة معي. المرجع نفسه، الكتاب نفسه موجود في مكتبي. نعم. أيوة، ليس فقط أنقل وأجيب الكتاب ونطرح. هذا الكتاب طبع في طهران ونشر في العراق في ما أعرف إيش، كله موجود يعني، لأن مكتبتي الشيعية ما زالت موجودة حتى الآن معي يعني. جميل. فأحرج طبعا خلاص، والناس طبعا يرون النقاش، لست أنا الحكم، المتابعون يرون النقاش، يشاهدون هذا النقاش والحوار القوي. أيوة والقوي. حتى أن لما مشيت إلى المدينة بعد هذا الحوار، وكان في شهر رجب أظن في المدينة، قابلت من شيعة المملكة العربية، جاءوا سلموا علي
وقالوا تابعنا حوارك، هو من القطيف والأحساء. عجبا. أيوة، سلموا عليه وتعرفوا عليه وقالوا إحنا تابعنا حوارك ونشكرك، بس شديت على صاحبنا قالوا لي يعني. الله يا شيخ جلال، زين ما آذوك. ايوه، الحمد لله ان الله سلمك. المهم منهم. لا، وفي لندن كمان كان كانوا يقابلونني في الشارع هم الذين قتلوا اسحاق الهي ظهير، احسان الهي ظهير رحمه الله. أيوة. وعلى كل حال انا دخلت المعركه لاني وبسبب ايضا الحوارات. أيوة. وبسبب ما قرروا في كتبه رحمه أيوة. الله تعالى. انا لانه الحوار اخذ طابع سني شيء، وانا امثل السني يعني اذا مسؤوليه كبيره علي. اي والله، لانه هذه الفكر اذا هزم على يدي. انت في حوارك ايضا ناقشت قضيه الوهابيه، وذكرت ما يتعلق بمحمد بن عبد الوهاب. ما الذي قلته؟ ايوه، فلا على كل حال انا الان هذا قضيه محمد بن عبد الوهاب سنتركها. ومحمد بن عبد الوهاب انا قلت هو رجل مجدد، داعية توحيد، وجدد الله به القرن الثاني عشر الهجري، الثامن عشر الميلادي، ودعوته ما زالت ماشية، ولكنه ليس شخصية معصومة فوق النقد والتصويب. لا يوجد من هو معصوم سوى النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ منه ويرد إليه إلا صاحب هذا القبر، كما كان يقول مالك ابن أنس رضي الله عنه. صحيح، نحن لا نتحدث عن هذه الجزئية. نحن نتحدث عن أنك أثناء نقاشك وحوارك تطرقت إلى هذا الجانب. نعم. وبينت هذا التاريخ. نعم. هذا الحوار وتوبع متابعة. أثناء هذا الحوار ماشي، بعد أن رجعت إلى البيت، وكنت ساكن وقتها في لندن في منطقة اسمها نوربري في زون 4. لندن مقسمة إلى 4 دوائر، وهنالك لأنني كنت أنا مستأجر لا أتلقى دعما من الدولة، وإنما أدفع على حسابي. وكلما بعدت من لندن الإيجار يكون رخيص يعني. فسكنت في زون 4 في بيتي لرجل هندي، ووصلت البيت بعد الحوار في المساء ليلا، وأركب القطار طبعا المواصلات القطار الفوقي والقطار اللي هو اندر جراوند يعني. وصلت البيت وجتني مكالمة من الهاشمي، فقال لي يا أخي أن جماعة اتصلوا من الرياض يسألون عن تلفونك، هل أعطيهم تلفونك؟ فقلت له من هم؟ ماذا يريدون؟ من هؤلاء الجماعة؟ ما أعرفه. نعم. قلت لهم ماذا يريدون؟ فقال لي يا أخي عندهم مجلة ويريدون أن يستكتبوك. فقلت له أعطهم الرقم، فأعطاهم الرقم. فاتصل بي شخص من الرياض يدعى عبد الرحيم، هو صومالي. وتعرفنا وتحاورنا، وهو يعمل في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. اتصل بي وتعرفنا، ثم بعد ذلك عبد الرحيم الصومالي من جامعة الأمير نايف. جميل. ثم بعد ذلك العلاقة استمرت، ودعيت إلى مؤتمر أقامته جامعة نايف العربية في العدالة والقضاء يعني. وحضرت أنا في هذا المؤتمر، ليس مشاركا بورقة وإنما حضوريا. وتعرفت على رئيس الجامعة
عبد العزيز بن صقر الغامدي. وبهذا التعرف أنا قدمت أوراقي للالتحاق بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أستاذا جامعيا. ووقعت معهم العقد في 2006 بدأت معهم في العمل، وهكذا أصبحت أستاذا في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وظللت أعمل معهم حتى 2022 ميلادية، وكان بعد ذلك التقاعد والمجيء العودة مرة ثانية إلى لندن. أثناء وجودي يا شيخ برهان نعم في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وأنا أدرس فيها، أنت قمت بمشروع جديد بمبادرة منك، وهي الشروع في إيجاد كيان مؤسسي لعلماء إريتريا، ودعوت إلى سيمينار للتحاور في هذا الشأن، ودعوتني كما دعوت غيري، ولكن بما لدي من خلفية سلبية كنت أرى أن هذا مشروع نسبة نجاحه ضئيلة جدا، وأظن قلت لك أنت تتعب وما المشروع هذا ما حينجح، ولكنك أصريت، وكانت الجلسات التي تعقدها أنت نحن سنتحدث عن هذا، وتأسست رابطة علماء سنتحدث إن شاء وهي الله، الملف الذي سنتحدث عليه في الحلقة القادمة. بروف جلال، أنت من خلال علمك جزاك الله خير، من خلال ما وفقك الله سبحانه وتعالى من الكتابة عن في رسالتيك الدكتوراه والماجستير عن الشيعة والمذاهب الشيعية وما فتح الله عليك، كان هذا يعني أهلك إلى نجاحك في برنامج الحوار أو برنامج الحوار الصريح بعد التراويح، هذا الاسم الجميل معه الذي كان هو أيضا سببا بعد فضل الله تبارك وتعالى أن أصبحت أستاذا جامعيا في جامعة نايف العربية. لا أحب أن ننتقل إلى رابطة علماء إريتريا قبل أن نتحدث عن جهودك العلمية والدعوية في جامعة نايف العربية، فقد حدثتني عنها كثيرا وما كتبته فيها أنت أيضا من بعض الكتب العلمية والدراسات التي تميزت بها في جامعة نايف العربية، فأنت فخر الإريتريين. سألنا الله تعالى أن يحفظك لنا وأن ينفع أنا بعلمك، جزاك الله خير. نعم. وفي الحلقة القادمة سنتحدث عن هذه الجهود العلمية والمؤلفات التي كتبتها، ومن خلالها أيضا هناك بحوث محكمة أنت أيضا كتبتها، ويعني منحت درجة الأستاذ الدكتور في جامعة نايف العربية. سنتحدث عن هذا كثيرا يهمنا، وهو مشجع أيضا للإريتريين الأكاديميين وطلبة العلم الدكاترة وغيرهم. من خلال هذا المنبر أيضا نحن حقيقة نبرز مشايخنا وأساتذتنا ودكاترتنا وعلماءنا ومهندسينا لدولتنا إريتريا. سألنا الله تعالى أن يحسن أوضاعها في الأيام القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الأكارم، كنا في حديث ماتع في سيرة عطرة لشيخنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح، وأرجو أن تتابعوا هذه الأحداث أول بأول حتى تكون سلسلة السيرة العطرة يعني ظاهرة إليكم. أجدد شكري وتقديري لحسن متابعتكم مشاهدي ومشاهدات قناة سلام، وهذا أخوكم برهان يحييكم، والشكر موصول لشيخنا الدكتور جلال الدين محمد صالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.
إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.